السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. هتكلم النهارده عن مشكله كبيره جدا بتواجه كتير من الناس، سواء اطفال، كبار سن، مراهقين. وهي مشكله تساقط الشعر. المشكله دي فعلا بتواجه كتير كتير من الناس. طيب، اعرف بقى من خلال المشكله اللي عندي دي هروح عياده ايه، سواء بقى عياده الباطنه، العياده النفسيه، عياده التغذيه، عياده الجلديه. لازم بعمل 5 ستيبس او 5 تحاليل ببتدي اعرف من خلالهم ايه التشخيص الصح عشان ابتدي اعالج صح. اوكي، طيب. اول حاجه عندنا وهي صوره الدم الكامله، السي بي سي. اوكي، صوره الدم الكامله مهمه جدا جدا جدا، وانديكيتور كبير جدا عشان اقدر احدد المشكله اللي عندي. اوكي، التاني التست اللي معايا وهو الحديد، صوره الحديد كامله. تمام، عشان ممكن يكون مثلا الهيموجلوبين 11 و12 زي الفل، تمام، مفيش مشكله. نيجي بقى نبص على مخازن حديد نلاقيها في الارض. طيب، تالت حاجه عندي وهو مهم جدا 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 هو الفيتامين دي. تمام، الفيتامين دي. يبقى الثلاثه دول يعني دول انديكيتور كبير جدا لتساقط الشعر، و70 ل 80% من الحالات بيكون عندهم نقص في او عندهم مشكله في الثلاث تحاليل دول. الانسات او البنات عموما يعني، اللي بيكون عندهم بي سي او اس اللي هو بوليسيستيك اوفري سيندروم، او اللي هي تكيسات المبيض. اوكي، بيعرض البنات يعني لتساقط الشعر. فابتدي ان انا اعمل تحاليل ونشوف الهرمونات، تمام، زي الدهيه والتستوستيرون او التستوستيرون. ودول التحاليل بنشوفها عشان لخبطه الهرمونات دي بتاثر على الشعر. اوكي، وبرده ما ننساش معانا تحليل الغده. من خلال التحليل دول ببتدي ان انا اعملهم واطمن واشوف مشكله فين بالظبط، مشكله في الحديد، مشكله في الهرمونز، مشكله في مخازن الحديد لو هي تحديدا يعني. اغلب الناس بيكون عندهم الحديد، تمام، انا ما عنديش انيميا، مفيش مشكله لو اتكلم عن انيميا الحديد يعني، وبيكون عندهم المخازن مش متظبطه. اوكي، طبعا بنحلل التستوستيرون في الهرمونز، بتكون الفري والتوتال. اوكي، وبعد كده بنبتدي ان احنا نشوف ونروح العياده المناسبه لينا، وان شاء الله كلكم تكونوا بخير وباحسن صحه. سلام.